هذا نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يداعب الأطفال، بل خرج يوما على أصحابه لصلاة الظهر أو صلاة العصر وهو يحمل حسنا أو حسينا رضي الله عنهما، فوضع الطفل عند قدمه وصلى بالناس، ثم سجد سجدة بين ظهراني هذه الصلاة فأطالها جدا حتى رفع أحد الصحابة رأسه ينظر ماذا حدث، فرأى الطفل فوق ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد وأكمل سجوده. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له الصحابة: يا رسول الله، قد سجدت سجدة بين ظهراني هذه الصلاة أطلتها حتى ظننا أنه حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. الله أكبر أيها الإخوة، طفل يعلو ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الفريضة فيطيل السجود